الجزائر هي أقوى دولة في اللوبيا والروز والعدس. تذكروا مشاهدينا الكرام، هذه عام تقريبا ولا في عام ونص، اش من عام، فاش كنا متبعين الاشغال ديال كزنايه نفق تريمي. راه هو هذاك التريمي، اجي نوريه لكم باش تعرفوا شنو، باش تعرفوا الحوار علاش طالع. هو هذا التريمي ديال كزنايه، وتبعتوا معنا الاشغال ديالو. كانت في ايامات الشتاء، وكانت الروينه، هاد البلايص هادو الغيس والغيوسات، والشتا كتصب بواحد الحاله، وكانوا تفرقعوا شي قواضز، والروينه وتندم على حياتك كاع. واللي هي مجلخ ولاتو لي ديال فريق ليكيب ديال التطراف، تحيه لهم وكنسلم عليهم وكنسلم على الحاج ما شاء الله على بالفقيه. الروينه كانت هنا، التطراف عطى لاطاك والحراقيه. والتطراف هذه المقاوله ديال الاشغال العموميه راه صرعت لك هنا، ماشي غير التريمي، سير على الله تريميات اللي القدام واللي اللور تبارك الله. ها هو من افضل ومن احسن التريميات اللي كاينه في المملكه المغربيه، الحمد لله. خدمه كتكلم. ياك دابا راه شحال، شي عامين ياك تقريبا، ياك كنت جيت لهنا ذاك فين كاينين دوك الرموكات الشاحنات. اذا مشاهدينا الكرام، ها هو الفيديو لقيته من تصدير اللاعبين الى تصدير الشاحنات، اللي كان 2023 بالضبط في شهر واحد. ها هو مشاهدينا الكرام، شهر واحد 15 2023 تاريخ النشر ديالو، وحنا في 2024 شهر 4، يعني تقريبا واحد 14 شهر، يعني عام وشهرين. نشوفوا الفيديو مشاهدينا الكرام، نشوفوا الفيديو. اذا مشاهدينا الكرام، هذا هو الفيديو القديم، لاحظوا معايا صورته في 2023. اذا لاحظوا معايا الرموكات نفس الشكل تقريبا، نفس التصميم، كيتم التصدير ديالها والتركيب ديالها والصنع ديالها في طنجة، الحمد لله. هذا ردا على الجنرال تبون اللي قال في واحد الفيديو باننا حنا كنفخروا الرويض. هادشي علاش حنا درنا هاد الفيديوهات، باش ان شاء الله باش يخضروا عويناتهم اعداء الله، كيف ما قال الحسن الثاني: فلينظر العالم لمن حشرهم الله بالجوار. والحمد لله المغرب غيصبح امبراطوريه كيف ما كانت امبراطوريه كبرى المملكه المغربيه الشريفه الى الامام. مشاهدينا الكرام، هذا الشيء راه القديم، راه نشوفوا الجديد، واش مازال المغرب كيتواصل العمل ديالو الكبير الى الامام. وكنت جبت الهضره هنا على هاد الرموكات ديال المغرب اللي ولا الحمد لله كيمونطي هنايا شركات مغربيه، ولا عندنا اكتفاء ذاتي خصوصا في السيارات والشاحنات. ولات عندنا حتى المونتاج ان شاء الله ديال الطائرات لي بوينغ، وغادي يوليو عندنا حتى لي درون ان شاء الله. والدرون وما ادراك ما الدرون ديال بصح. الجزائر هي أقوى دولة في اللوبيا والروز والعدس. لا لأننا كنا ننتظر من كولومبو أن يثبت أو ينفي مغربية الصحراء، هذا شيء لا جدال فيه، ولكن كنا ننتظر من كولومبو أن يعرف الناس مع من حشرنا الله في الجوار. كنا نريد أن يعرف الناس النوايا الحقيقية لمن هم يساكنوننا ويجاوروننا. ولله الحمد سبحانه وتعالى، فقد انكشف الغطاء وعرف كل واحد بقيمته الحقيقية، قيمته البشرية وقيمته السياسية، وهذا هو الربح الأول والمهم. وكتذكروا كان قال لكم عمي تبون حنا كنفخوا غير الرويض صافي. هاكا عمي تبون هادي عامين الرموكات اللي كانوا هنا مشاو رموكات وجاو رموكات، ومشاو شاحنات وجاو شاحنات. خوت لك هادي ديها الويران
وهذه ديال قسنطينة، وهذه ديال الجزائر العاصمة، وهذه ديال تلمسان، وهذه ديال صلاة على النبي بركة. حي تبارك. شو تبارك الله، كنا كنصدروا اللاعبين الهوات، ولينا كنصدروا اللاعبين المحترفين. احنا دابا هذه ليك وهذه اللي عزيز عليك. ما شاء الله المغرب. اسمع عمي تبون، شوف بعينك وتفجج. المغرب كبير عليك الحمد لله. حنا راه امبراطوريه، مملكه شريفه. لولا بعض المفسدين راه ما كناش نكونوا دابا كاع في هذه الحاله، غنكونوا وصلنا لواحد المستوى اخر. فجج فجج، طلق لي عينك، طلق. المغرب ولا كيصنع هنا، ما بقاش كيجيب السيارات، نادرا بعض السيارات اللي ولا كيجيو من برا. الحمد لله شركات كبرى ولات هنا. والمغرب اكثر من ذلك انه بدا كينتج سياره كهربائيه. تفجج. المملكه المغربيه كبيره على باش نتنافسوا معاكم نتوما، لا مجال للمقارنه. سيدنا الله ينصرو، ملك ديال البناء والتشييد والتصدير، اللهم بارك. حفظ الله المملكه المغربيه وحفظ الله رجالتها. اذا خوتي خواتاتي من قلب مدينه طنجه، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. الى اللقاء.